آه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا ملاح خوتي الأساس، وإن شاء الله تكونوا لاباس. الفيديو هذا عن هشام كوكو والزوجة تاعو، بما أنه حاب نوجه لكم ميساج قبل ما ندخلوا في الموضوع تاعنا وقبل ما نحكي ونقول لكم شا كاين وشا ما كانش. خوتي، أول حاجة هشام كوكو أنا ما نعرفوش شخصيا، لا هو لا الزوجة تاعو، وما نحبش نعرفه بعد عندي حياتي، والأشخاص اللي في حياتي بزايد عليا يعني يكفيو. المهم فات عليا واحد الفيديو الناس تحكي وتقول انه زوجة هذا الاخ اللي يقولوا له هشام كوك قامت بالخيانة تاعو، والناس بدات تبارطاجي في لي فوكال تاع الاخت هذه الى غير ذلك. انا الميساج اللي حاب نوصله لكم كمشاهدين، حاب نقول لكم فرد حاجه: بركو ما تتبعوا اعراض الناس، بركو ما تطلعوا وتحاولوا تصنعوا من اعراض الناس كمحتوى تجيبوا به المشاهدات. خاوتي، كيما تتبعوا اعراض الناس يجي نهار وين الناس تبع العرض تاعكم آجلا غير عاجل. خوتي العزاز، وهذه الحقيقة، كما تدين تدان. بركاو ما تتبعوا أعراض الناس والغلطات تاع الناس وتحاولوا تصنعوا بها محتوى. والله العلي العظيم لا عيب وعار خوتي، الشيء اللي راهو يصرى حاليا عيب وعار، وما يصلحش يكون في مجتمع مسلم كالمجتمع الجزائري. وليتوا تتبعوا غير الحاجة التافهة، وليتوا تتبعوا غير الحاجة اللي ما عندها حتى معنى، الحاجة اللي ما تفيدكمش. حاولوا انكم حتى اذا حاب تجيب مشاهدات، جيب مشاهدات بحاجة تصلح، حاجة تطلع المورال يشوف الانسان يفرح. لا علينا. المهم، انا قلت لكم كما قلت لكم الشخص هذا هي اللي يقولوا له هشام ما نعرفوش شخصيا، والزوجة تاعو ما نعرفهاش، لكن فرضا انها غلطت، من المفروض انكم تطلعوا وتدعوا لها بالهداية. ما كانش واحد فينا ما يغلطش خاوتي، لنا انبياء ولنا رسل. المسلم خطاء وخير الخطاؤون هم التوابون. كانش اللي ما يغلطش نطلبوا لها بالهداية. وعلى حسب ما شفت الفيديوهات قال لك باللي طلقها الى غير ذلك. كل واحد حياته، هذه حياته خوتي، ما خلي بركه وما تعيشوا حياه الناس، حاولوا تركزوا في حياتكم. هذا هو الميساج اللي حاب نوصله لكم، خفيف ظريف. نشوفكم في الفيديو القادم ونقول لكم فرد كلمه: ربي يهديكم. السلام عليكم.